في قلب مخيم الجليل في بعلبك. ومنذ ما يقارب 4 عقود ينبض مكان بالقرآن علما وتربية ورسالة. هنا مركز بلال بن رباح رضي الله عنه لتحفيظ القرآن الكريم، صرح تربوي تأسس عام 1987 ليكون ملاذا آمنا لأبناء المخيم، وحاضنة قرآنية صنعت أجيالا على هدي كتاب الله. تأسس مركز بلال بن رباح رضي الله عنه سنة 1987 بأقسامه ال5، بداية بمركز المعهد أو بقسم المعهد، ثم بقسم الحلقات، ثم بقسم الذكور. وفي السنوات الأخيرة تم افتتاح قسم أنامل القرآن وقسم النعنعية. توسع المركز خطوة خطوة ليحتضن مختلف الفئات العمرية في رؤية واضحة تقوم على ترسيخ العلاقة مع القرآن منذ الصغر. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. اليوم يضم المركز قسمين منفصلين للذكور والإناث، ويتابع فيهما نحو 550 طالبة وطالبة، بعد أن كان العدد سابقا يقارب 800. ويعزى هذا التراجع إلى عودة عدد كبير من العائلات إلى سوريا عقب انحصار الأزمة، دون أن يؤثر ذلك على استمرارية المركز أو جودة عطائه. يهتم هذا المركز بتحفيظ القرآن وبتفسيره وبقراءته بالتجويد، وبأخذ الإجازة بالسند المتصل، وإجراء دورات شهرية لتقييم الحفظ المراجعة والجديد. هنا لا يحفظ القرآن حروفا فقط، بل يتعلم فهما وتدبرا، وترافقه برامج دعوية وتربوية وأنشطة تحيي المناسبات الدينية والوطنية، وتزرع في نفوس الطلاب الوعي والانتماء. في السنوات الأخيرة اعتمد مركز بلال بن رباح التركيز على النوعية أكثر من الكمية، وأثمر عن هذه العملية مشروع السرد، وهو سرد القرآن كاملا وغيبا في جلسة واحدة، وقد شارك فيه نحو 30 ساردة وساردا. وعلى مدار السنوات خرج المركز عشرات الحافظات والحفاظ، وكان الحاضنة الدعوية الأساسية في المخيم، فاحتضن أبناءه وتوارثت فيه الأجيال رسالة القرآن حتى أصبح طلاب الأمس معلمي اليوم. اسمي شهد خليل، بلشت حفظ قرآن من 4 سنين، وخلال هاي الفترة حفظت 18 جزء. علمني القرآن إنه عن أحكام الدين، وإنه أعرف أميز بين الحلال والحرام. أنا اسمي لانا الناجي، بلشت حفظ قرآن من عمر 7 سنوات، لإسا أنا حافظة 26 جزء. أثر فينا القرآن إنه صرت أميز بين الصح والخطأ. القرآن ليس مجرد حفظ، بل منهج حياة. ومن مخيم الجليل في بعلبك يواصل مركز بلال بن رباح لتحفيظ القرآن الكريم حمل رسالته بهدوء وثبات، صانعا أجيالا تحمل كتاب الله علما وأخلاقا ومسؤولية.